انا بدات في شهر 6 ودخلت طب، والموضوع كان بسيط جدا يعني مجرد ذاكرت ايه ده بجد؟ طب عملت ايه ذاكرت ازاي؟ يعني عرفني ذاكرت ازاي. عافر وكده. بس انت ابدا ذاكر. ايوه سمعتك، بس ذاكرت ازاي؟ عملت ايه كان يعني؟ قدامك وقت يا بطل. انت تقدر. تمام. انا عارف بامانه ان انت عديت على مليون فيديو من بتوع اللي هو انا بدات في شهر ما اعرفش مين ودخلت كليه احلامي وجبت المجموع الفلاني. انت عديت على ده كتير قوي، وانا صدقني السنه اللي فاتت تقريبا في نفس الوقت انا كنت بعدي على نفس الفيديوهات وكنت متحمس قوي. بس هي الفكره كلها ان كان عندي سؤال واحد بسيط بدور على اجابه ليه، هو ازاي؟ لان تقريبا معظم الفيديوهات دي بتكون عباره عن اللي هو قوم عافر هتلحق لسه في وقت، بس انت مش عارف ازاي، ايه اللي هعمله مختلف. فانا عندي هدف واحد من الفيديو ده، واحد بس بحاول اوصله، وهو ان انا بحاول اقول لك ازاي، لان انا مريت بتجربه شبيهه شويه، فبالتالي هحاول على قد ما اقدر من تجربتي الشخصيه ان انا اقول لك ازاي ده حصل. طيب انا عارف ان وقتكم محدود قوي الفتره دي، فهحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش عليكم. فسريعا جدا هعرف نفسي وبعد كده هنخش في الفيديو على طول. انا مين؟ انا ايليا امير، طالب سنه اولى في كمبيوتر ساينس الجامعه العربيه، وبدات بالظبط مذاكره بشكل فعلي في ثانويه عامه يوم 21/4 لظروف بشكل ما كانت غصب عني، وده كان متاخر قوي يعني. وفي الغالب باقي الحاجات اللي هي زي باقي الفيديوهات اللي انت شفتها. فحاول على قد ما تقدر دلوقتي ان انت تجيب مشروب ايا كان ايه المشروب اللي انت بتحبه، هاته وركز معايا، وحاول حاول ان انت دلوقتي تشوف الفيديو وانت فاضي، ما تكونش مثلا سايب المذاكره وبتشوف الفيديو، عشان في الغالب ده معناه ان انت مش هتركز في الكلام اللي انا هقوله، لان كل البوينتس اللي انا هقولها مهمه من اولها لاخرها. فحاول على قد ما تقدر ان انت تشوف الفيديو للاخر. فخلينا نبدا واحده واحده. ايه اللي خلاني ابدا في شهر 4؟ دي قصه طويله قوي، انا حابب ان انا بحكيها بس في وقت تاني خالص، لان احنا ما عندناش وقت دلوقتي، ولو نزلت فهي في الغالب هتكون موجوده هنا او هنا الناحيه التانيه ايا كان يعني. فخلينا نخش على طول في الفيديو. طيب الطرق اللي انا كنت بستخدمها كانت كتيره شويه، وفي كذا بوينت هتكلم عنها، فحبيت ان انا زي اصنفهم بحيث ان انت ما تتوهش مني. اولا هيكون عندها تصنيفين عامين، وهو واحد اسمه نفسيه، طرق نفسيه، وطرق دماغيه، لان انا ما لقيتش اسم تاني فحسيت ان دماغيه تنفع. ماشي، فعندها نفسيه ودماغيه. الدماغيه هيتصنف في تصنيفين فرعيين تانيين اللي هو حفظ وفهم. جميل. فاحنا عندنا دلوقتي نفسيه ودماغيه، الدماغيه تحته حفظ وفهم. هنبدا بايه؟ هنبدا دلوقتي بالدماغيه وهنمسك الحفظ. ماشي، الحفظ مبدئيا بالنسبه لي انا كايليا كان عباره عن حاجه كارثيه. انا كنت علم رياضه، انت اللي انا هتكلم عليه ينفع مع كل حاجه مش مع علم رياضه بس، حرفيا كل حاجه اي ماده كله هيبقى تمام. جميل. زي ما قلت الحفظ بالنسبه لي كان عباره عن كارثه من وانا صغير اساسا. واحنا في ثانويه عامه عندنا كلام كتير قوي عايز يتحفظ، يعني كلمات الماني، كلمات انجليزي، النحو، البلاغه، الادب، الكلام الجميل ده كله، القوانين بتاعه التفاضل والتكامل، المشتقات والديريفاتيف والكلام الجميل ده كله، ده كان حاجات كتير عايزه تتحفظ. فاضطريت ان انا عشان ما عنديش وقت اجيت كرييتيف شويه، ان انا ادور على طرق مختلفة عشان تساعدني ان انا احفظ. الطرق المختلفة دي بالنسبة لي كانت عبارة عن ايه؟ كان عبارة عن برنامج انكي بقى العادي، انكي درويد، مش هتفرق انت هتستخدمه على التليفون او لا. المهم ان برنامج انكي كان بالنسبة لي عبارة عن كنز بشكل ما، كان حرفيا جامد جدا. خلينا نشرح انكي سريعا جدا. يعني انت محتاج ان انت في الغالب بعد لما تخلص الفيديو ممكن تبقى تروح انت تشوف شرح الانكي، مش هياخد منك وقت كتير، ولكن في شوية تفاصيل كده انت ممكن تبص عليها. ولكن سريعا جدا ايه هو انكي اساسا؟ ولو حابب تبحث عن الموضوع اكتر والابحاث العلميه عن الموضوع ده، يعني انكي بيستخدم طريقه مذاكره وعليها دراسات كتير اسمها اكتيف ريكول. ده لو انت حابب ان انت تبحث اكتر، ولكن يعني انا ضامن لك الدنيا زي الفل. زي ما انت عارف احنا في الغالب لما بنيجي نحفظ احنا بنستخدم طريقه من الاثنين. يعني انت بتمسك ورقه تفضل تقرا الكلام الكتير، تفضل تكرر القرايه بتاعته لحد لما تحفظه، او ان انت بتمسك ورقه وقلم وبتفضل تكتب الكلام اللي انت عايز تحفظه، تفضل تكرره كتير لحد لما تحفظه. ولكن بشكل ما ده ما كانش بينفع معايا. اللي كان بيحصل ان انا بحس انا حافظ، انا شفت الكلام ده، قريته كتير جدا، حفظته، ولكن باجي بعدها بفتره بحس اللي هو انا مش فاكر اي حاجه، انا مش فاكر اساسا ايه الكلام ده، انا كنت فين؟ حرفيا فقدت الذاكره. فبالنسبه لي انكي كان عباره عن الحل. ايه انكي بقى بيعمل ايه؟ الفكره بتاعته كلها ان انت بيبقى عندك مكانين. المكان هو الاول فرونت وباك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك مساحه تكتب قدام ومساحه تكتب ورا. بمعنى اخر دلوقتي انت فتحت التليفون عندك 20 كلمه انجليزي انت بتحاول تحفظهم، انت ما تعرفش اي حاجه عن الكلمات دي جديده، فانت بتضيفهم على طول على البرنامج. يعني بتضيف مثلا الكلمه بالانجليزي قدام، وبيبقى انت بيبقى عندك مساحتين تكتب فيهم، الفرونت والباك. الفرونت
مثلا هتكتب الكلمه الانجليزي اللي انت عايز تحفظها، الباك هتكتب معناها بالعربي. جميل. هتفضل تضيف ده لحد لما هتخلص مثلا 20 كلمه وضفتهم كلهم. جميل. مثلا انت هتخش بقى تتست نفسك عليهم، انت لسه ما حفظتش، انت هتست قبل ما تحفظ. ايوه هتعمل كده. هتخش انت دلوقتي بيظهر لك الكلمه اللي انت حطيتها في الفرونت، اللي هو الكلمه بالانجليزي طالعه لك، فهو بيقول لك هات المعنى بتاعها. انت مش فاكر، انت مش عارف، عادي خالص. فبتدوس شو انسر، بيجيب لك الاجابه بتاعتك اللي هي الكلمه بالعربي، اللي هو المعنى بتاعها بالعربي. ولكن اهم نقطه وهي ان انت دايما بيبقى عندك شريط تحت. الشريط اللي تحت ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت افتكرتها بصعوبه ولا لا. بيبقى عندك 4 اختيارات. الاختيار الاول اللي هو بيكون لونه احمر، ده اللي هو ان انت ما افتكرتهاش اساسا. الاختيار الثاني اللي هو بيكون بشكل ما جراي، ده بيكون عباره عن اللي هو افتكرتها بس بصعوبه شويتين. والاختيار اللي بعده مش فاكر كان عباره عن ايه، ولكن هو تقريبا اللي هو كان ميديوم، اللي هو حاجه في النص، اللي هو ولا بصعوبه ولا بسهوله. والاختيار الاخير كان عباره عن ايزي، اللي هو انا البتاعه دي، الكلمه دي اول لما جت قدامي لقطتها على طول وجبتها. انت بقى بتفضل ان انت ماشي التست ده بيفضل يعيد لك كتير جدا، بيفضل يعيد لك كتير جدا جدا جدا، ولكن في وقت قليل. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي اللي هو طلع لك الكلمه انت ما كنتش عارفها، ماشي، هيجيبها لك مثلا بعدها بدقيقه تاني، اللي هو انت ما كنتش تعرفها خالص، فهيجيبها لك بعدها بدقيقه تاني، وانت المفروض ان انت تفتكرها. ما افتكرتهاش، قول برضو ان انت ما افتكرتهاش، وهيجيبها لك تاني. هيفضل يعيد لحد لما المستوى بتاعها يقل. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هو دلوقتي بدل ما انت كنت افتكرتها، لو ما افتكرتهاش خالص، بتفتكرها بصعوبه، بعد كده بقت بتفتكرها بسهوله، وبعد كده بقت تفتكرها بسهوله قوي. لما انت بتحط بسهوله قوي اللي هي اللي في الاخر، اللي هو دلوقتي طلعت لك الكلمه وانت افتكرتها ودوست على ايزي اللي تحت، بيبدا بقى ان هو يحط لك، بيصنف الكلمات. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي صنف شويه كلمات دي هو افتكرها بصعوبه قوي، فدي انا هفضل اعيدها له دلوقتي. في كلمات تانية هو افتكرها بسهوله شويه، فهجيبها له مثلا على اخر يوم لما يخش يذاكر تاني على انكي. في كلمات بقى اللي هي مثلا كانت بسهوله بالنسبه لك قوي، فدي هو هيرجعها لك تاني بعدها ب3 ايام او يوم او ايا كان. البرنامج هو بينظم بنفسه. فالفكره بتاعه انكي هي عباره عن ان انت بتذاكر بذكاء شويه، وهي يعني انت عشان تذاكر حاجه انت لسه مش عارفها، فانت بتذاكر القديم والجديد. اما هنا هو بيفضل يعيد لك كتير لحد لما اللي انت مش عارفه تفضل تعيد لحد لما انت تحفظه. وبعد فتره معينه البرنامج هو اللي بيحددها، بيطلع لك نفس اللي هو سجل ان انت عرفته، بيطلعه لك تاني عشان يتاكد، عشان يفكرك تاني. لو انت عايز تبحث عن الموضوع اكتر، فارشح لك جدا ان انت تبحث على يوتيوب، لان في كذا واحد بيشرح على انكي، وفي كذا طرق لانكي. في اللي هو الباك والفرونت، دي تقريبا اللي هي اسهل طريقه ممكن تستخدمها. وفي طرق تانية زي الكلوز دي اللي هو انت ممكن تكتب جمله وفي نقط، يعني كلمه مثلا متسابه او كده، وبرده دوس على شو انسر فبيجيب لك الاجابه. وبرده الفكره كلها بس في الحاجات اللي تحت. الحاجات اللي تحت هي اللي زي بتصنف الحاجات اللي انت بتحاول تحفظها. السهل هيجيبه لك بعدها بفتره عشان ياكد عليك ويفكرك بيه تاني، والصعب هيفضل يعيدهولك لحد لما يبقى سهل. انا عارف ان الموضوع معقد، ولكن حاول على قد ما تقدر ان انت تشوف شرح سريع وتخش تجرب بنفسك. الموضوع هينفع في كلمات، الموضوع هينفع في مثلا ان انت تحط القوانين بتاعه النحو ايا كان، القوانين بتاعه المشتقات بتاعه التفاضل، القوانين بتاعه الفيزياء. كل حاجه تقريبا انت ممكن بشكل ما، يعني انت هتحتاج يعني تفكر في الموضوع شويه. حاجه بسيطه جدا عشان تطلع نتائج منه. ولكن صدقني انكي حرفيا، يعني يمكن انت دلوقتي مش حاسس بده، ولكن صدقني لو جربت انكي هو جبار. انا حفظت تقريبا 150 كلمة ألماني في حوالي 3 أيام، فده بالنسبة لي ده كان إنجاز رهيب. 150 كلمة، ودولت اللي خلوني أقدر إن أنا الدنيا كانت كويسه. طيب نقدر نقول ان الملخص السريع ان انكي هو برنامج بيستخدم نفس طريقه التكرار، ولكن بدل ما تفضل تراجع مع نفسك فهو بيصنف لك وبيحدد اللي انت محتاج تراجع عليه واللي انت خلاص حفظته فمش هنعدي عليه تاني، بحيث ان انت تستغل الوقت بشكل احسن. طيب انا طولت قوي في انكي، ولكن انكي فعلا مفيد جدا، فاتمنى ان انتوا تبصوا عليه. فكده احنا خلصنا التصنيف بتاع دماغي حفظ، ماشي. هنخش على دماغي فهم، ازاي تفهم بسهوله مش مجرد تحفظ. ماشي، احنا دلوقتي الحفظ احنا خلصناه، مفيش مشاكل باذن ربنا. بعد لما تستخدم انكي وتفهمه والدنيا تكون سريعه، يعني صدقني الوقت اللي هتستغله مثلا اللي هو تلت ساعه ان انت تشوف شرح انكي او كده، ده هيفيدك جدا. نبدا في اول تكنيك فهم، وهو الى حد ما مبدا غريب شويه. هو مبدا مش طريقه، يعني مش مثلا زي الحفظ كان عندنا حاجه معينه احنا هنعملها. لا، الموضوع هنا مبدا شويه. المبدأ عبارة عن ايه؟ عبارة عن حل وفاكس شرح. بمعنى ايه؟ ثانية واحدة. اكيد مش بقولك اللي هو افكس الشرح خالص، لان اكيد مش هتفهم وقتها الحل، ولكن اللي اقصده اللي هو
طيب نعتبر دلوقتي ان انت عندك شابتر 2 من الفيزيكس او اي ماده اي حاجه، عندك شابتر 2 وانت ما تعرفش عنه اي حاجه وناقص لك فتره صغيره، ايا كان بقى الفتره دي عباره عن اسبوع، شهر، شهر ونص، شهرين، فهو مبدا بيطبق على كله. المبدأ ده عبارة عن ايه بقى؟ بدل ما انت مثلا عندك 7 فيديوهات لمدرس معين بيشرح شابتر 2 بيشرحهم بالتفصيل الممل، فالافضل اللي انا بشوفه افضل واللي كان نفع معايا وهو ان انت تخش تشوف مراجعة نهائية. المراجعة النهائية مش عارف اجيبها لك ازاي، بس بجد المراجعات النهائية ايا كان السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها، السنة دي، اي مراجعة نهائية من فيديوهات ثانويه عامه، فهي في الغالب بتلم 70% من المعلومات اللي انت هتاخدها من فيديو. مثلا دلوقتي بدل ما انت خدت 7 فيديوهات خدت مثلا فيهم 16 ساعه وفهمت الدنيا وفهمت مثلا يمكن 85% خدت مثلا 3 أو 4 ساعات مراجعه نهائيه، خدت نفس المعلومات اللي هو مثلا 70% منهم، الدنيا زي الفل، ولكن بقى عندك وقت زياده. الوقت الزياده ده تعمل فيه ايه؟ تحل كتير قوي. تحل بقى، اهم حاجه في الحل ان انت تشوف واحد بيحل قدامك. بمعنى ايه؟ بمعنى انا مش بقول لك دلوقتي شوف المستر قاعد عمال بيحل، لا طبعا وقف الفيديو. يعني هات مثلا فيديو حد بيحل المعاصر، اي كتاب، اي حاجه، حد بيحل اسئله المعاصر، انت بتوقف الفيديو قبل كل سؤال بتحاول فيه بنفسك، وبعد لما بتحاول فيه بنفسك يمكن تجيبه يمكن ما تجيبوش. في الغالب عادي جدا في الاول ان انت ما تجيبش يمكن اول 20 سؤال، عادي مفيش مشاكل. ولكن مع كل سؤال انت بتحاول فيه بتشغل دماغك، بتشوف المستر حله ازاي وبتحله تاني بنفسك. انت بتوقف الفيديو بتاعه بتحله تاني بنفسك، وهكذا مع كل سؤال. وبتحاول على قد ما تقدر ان الاسئله اللي انت وقفت فيها جامد بتحاول ان انت تعيدها تاني بعد فتره. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا شابتر 2 دخلت شفت الفيديوهات بتاعه المراجعه النهائيه مش الفيديوهات بتاعه الشرح، لان الفيديوهات بتاعه الشرح بتكون تفصيليه بشكل ممل لدرجه ان انت في الغالب هتطلع مثلا من 16 ساعه فيديوهات دولت انت مش فاكر حاجه، او انت فاكر جزء بسيط قوي. فانت خد ال 70% من المعلومات ولكن كمل الباقي من الحل، لان الحل هو اللي هيثبت لك المعلومه. الحل اهم بكتير قوي من الشرح. ويمكن هو مبدأ بديهي قوي، ولكن لدرجة يعني هو بديهي لدرجة ان في ناس كتير مش بتعمله. اللي هو بدل ما انت عندك مراجعة نهائية هتخلصها وهتخش تحل، هتستغل الوقت في الحل، لان الحل صدقني هو اللي هيفرق معاك مش الشرح. انت لو شفت شرح كامل شفته 50 مرة ولكن ما حللتش، فانت في الغالب المشكلة عندك هتكون اكبر بكتير. فالحل اساسي، الحل اولوية من الشرح. مش بقولك ما تشوفش الشرح، ولكن دايما حط الحل أولوية، الحل أهم. مبدأ حلو فاكر الشرح هو عبارة عن ترتيب أولويات. إن أنت لو عندك اختيارين بوقت قليل، واحد منهم إنك تاخد كله شرح وما تحلش حاجة، أو إنك تكروت الشرح وتحل، فاختار دايما الاختيار اللي فيه حل. التكنيك اللي بعده في الفهم وهو مصادر مختلفة. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انت دلوقتي ماشي مع مدرس معين، والمدرس المعين ده منزل فيديوهات كتير قوي متراكمة عليك، وخلاص الدنيا يعني اللي هو الوقت قليل، فمش لازم تفضل مع مصدر واحد، مش لازم تعمل كده خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي بدل ما تشوف الفيديوهات الكتير قوي دي، تقدر تطلع بره الصندوق شويه وتشوف مصادر مختلفه. مفيش اي مشكله. مصادر مختلفه زي ايه؟ مصادر مختلفه زي ان انت تشوف مراجعات نهائيه زي ما قلت، ان انت تشوف فيديوهات اجانب، ان انت تذاكر من الكتب. وانا عارف ان دي حاجه بديهيه قوي، بس ما حدش بيذاكر من الكتب الخارجيه، ما حدش بيقرب منها مع انها بجد رهيبه. يعني مثلا واحده المراجعات النهائيه احنا اوريدي اتكلمنا عليها كتير قوي، وقد ايه بيكون مشروح فيها كتير جدا من المنهج الاساسي. كل حاجه بتكون موجوده فيها، وزي ما قلت الباقي بيتجاب بالحل، وبيتجاب الحل بشكل efficient اكتر، بشكل مؤثر اكتر. ماشي، نركن المراجعات النهائيه احنا اتكلمنا عليها خلاص. فالمصادر التانية زي مثلا الاجانب، فيديوهات الاجانب، هتلاقي كميه اجانب بيشرحوا المناهج بتاعتنا مع انهم ما لهمش اي علاقه بثانويه عامه، ولكن لازم تستوعب ان المناهج بتاعتنا مش مجرد بتاعت ثانويه عامه، لا ده علم يعني موجود عند كله، اللي هو بمعنى ان هو هتلاقيه مشروح في كذا مكان تاني بره الحدود بتاعت ثانويه عامه. هتلاقي فيديوهات اجانب قاعدين بيشرحوا شابتر 1 فيزيكس، وشابتر 2 وشابتر 3 فيزيكس عادي خالص، نفس الفيزيكس بتاعتنا. هتلاقي كل حاجة موجودة في فيديوهات تانية. ممكن يكون شخص أجنبي، ممكن ما يكونش شخص أجنبي، ممكن يكون واحد على يوتيوب عادي. فكرة بس إن أنت تفتح دماغك وتعرف إن في مصادر مختلفة غير المكان اللي أنت قاعد فيه بس. جميل. ده مثلا الأجانب. نعتبر إن أنت ما عندكش
القدره ان انت تشوف فيديو انجلش، انت مش قادر تفهم الانجليزي بسهوله، وفي نفس الوقت مفيش حد بيشرح بالعربي بسهوله على يوتيوب. في مصدر تاني عادي خالص، وهو الكتب. الموضوع بجد بديهي، ولكن الكتب بتشرح بشكل كويس جدا. انا فاكر ان شابتر 1 فيزيكس بالذات ده انا ذاكرته من الكتاب بشكل كامل. ده حرفيا يعني انا ذاكرت كل كلمة كانت موجودة في الشرح بتاع الكتاب المعاصر، وانا كنت طالع انا فاهم الشابتر كله، وعرفت احل، والدنيا كانت كويسة جدا. الامتحان بتاع الفيزيكس ما فيش سؤال واحد في شابتر 1 فيزيكس وقف معايا، مفيش سؤال واحد حرفيا. فكره ان انت بس مش بقولك ان هو التزم بفيديوهات اجانب او فيديوهات يوتيوب او كتب او مراجعات نهائيه، انا بتكلم ان انت تفتح دماغك دلوقتي. لو انت عندك مصدر مختلف هينجزك جربه، مفيش مشكله ان انت تدوس. انا عارف ان انت الوقت معاك ضيق، ولكن صدقني انت لو ما خدتش الريسك بتاع ان انت تطلع بره الدايره بتاعتك شويه وتجرب حاجه تانية، فانت مش هتكتشف ان الحاجه التانية دي احسن. ممكن زي ما قلت فيديوهات اجانب، ممكن فيديوهات على يوتيوب، ممكن مراجعات نهائيه، ممكن تذاكر من كتاب، ولكن شغل دماغك واطلع بره الحته بتاعت اللي هو انا لازم اشوف ال 17 فيديو دولت ال 17 ساعه ولا ايا كان وقت قد ايه المتراكمين عليا عشان الحق اجيبهم. لا، في تكنيكس تانية عشان تلحق الدنيا. مبدأ المصادر التانية، انت مش ملزم بالاختيار اللي انا قلتها. ممكن يبقى عندك انت مصادر تانية، ممكن يكون مدرس تاني او فيديو تاني او حاجة تانية. المبدأ بيقولك خليك مرن ومنفتح للطرق المتاحة بشكل عام. اما انت مش لازم تلتزم باللي انا قلته بالظبط، ولكن خليك مرن. طيب احنا كده خلصنا الحاجات بتاعت الدماغية. انا عارف ان هي في حاجات منها كانت بديهية، في حاجات بالنسبة لك انت حاسس ان هي غريبة، ولكن صدقني هي هتفرق معاك قوي. ونيجي للجزء الاساسي، الجزء اللي بيأثر قوي، وهي النفسية حرفيا اهم من كل اللي احنا قلناه، اهم من كل الدماغية، اي اهم من كل ده. النفسية حرفيا بتأثر على كل حاجة. طيب في النفسية فاحنا عندنا حاجة بتؤدي لحاجة، والحاجة دي هي عبارة عن ايه؟ في السوشيال ميديا. انت عارف ان انت في الغالب المفروض ان انت تقفل السوشيال ميديا، لان انت بتسرح فيها كتير قوي، زي ما انا ما كنت بسرح، كلنا كنا بنسرح، مفيش اي مشكله. ولكن الفتره دي صدقني انت لو قفلت السوشيال ميديا، مش بقولك عشان تركز وتذاكر 15 ساعه، لا ما تعملش كده، مش ده اللي اقصده. ولكن الفكره كلها ان السوشيال ميديا انت بس بيبقى عندك حاجه اسمها الفومو ده عباره عن اللي هو fear of missing out. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هو انت دايما قاعد مستني في نوتيفيكيشن هتيجي، انت حاسس ان في حاجه فايتاك، فده بيخليك مشتت جدا. واللي بيشتتك اكتر الشورتس الريلز، الكلام ده اللي هو انت حرفيا بتخش في 50 موضوع، انت قاعد mindless scrolling، بمعنى اللي هو انت قاعد عمال تقلب من وانت دماغك مش شغاله والوقت عمال يطير منك. حاول تقفل السوشيال ميديا الفتره دي، لان عشان دماغك تكون معاك. يعني مش بقولك عشان الوقت، مش بقولك عشان كده، هو الوقت هيفرق معاك جدا، ولكن عشان دماغك تكون معاك، ما تكونش مع اللي هو هخش اشوف فيه نوتيفيكيشنز ولا لا، الكلام ده كله. فالسوشيال ميديا بجد قفلها الفتره دي بيفرق قوي. واحيانا انت بتفضل تقول اللي هو انا محتاج فيسبوك عشان معرفش بينزل كذا، بينزل مثلا مواعيد الدروس، بينزل مواعيد المراجعات النهائيه. وانا عارف ان احيانا ده بيكون صح، ولكن احيانا بيكون في ورك اراوند، احيانا بيكون ان انت في طريقه تانية ممكن تمشي بيها يسهل لك. ممكن تشوف اوقات توقيت المراجعات من عند فيسبوك والدك والدتك من غير ما انت تسرح في الفيسبوك. فيعني في شويه تلاكيك انا عارف ان انا كنت بعملها، وانا عارف ان انت في الغالب ممكن تكون بتعملها ومخليك مثلا ما تقفلش السوشيال ميديا. ولو انت السوشيال ميديا مش بتاثر عليك ومتاكد من ده ماشي، بس انا بالنسبه لي انا السوشيال ميديا كانت بتاثر عليا جدا، فانا لما قفلتها كان فرق معايا جدا. ونيجي للبوينت الثانيه اللي هي السوشيال ميديا كانت بالنسبه لك تقريبا عباره عن بريك. فبدل ما انت كنت بتاخد السوشيال ميديا اللي هو انت عمال تقلب، ولكن في الغالب بتطلع انت مش مبسوط، عديت على كذا حاجه ضايقتك، مش عارف مين، ميمز عن ثانويه عامه دارك قوي، الكلام ده كله. الحاجه الثانيه اللي انا حاسس ان انا هتشتم عليها، وهي خد بريك. بامانه ما بهزر، خد بريك. فكره ان انت تاخد بريك بعد لما ذاكرت دي حرفيا، وان انت تاخد بريك من غير ما تحس بالذنب. فكره ان انت دلوقتي انت لازم تذاكر 15 ساعه في اليوم، انت لازم لا، ده هبل، ده بجد هبل. فانت ما تعملش ده، حاول تاخد بريك. بمعنى ايه؟ بمعنى اللي هو حدد لنفسك انا هعمل كذا وكذا وكذا،
وبعد لما تعمل الحاجات دي حدد ان انت هتشوف حلقة من مسلسل، هتلعب جيم معرفش فالورانت، بابجي، ايا كان هتعمل ايه. ولكن بعد لما خلصت اللي انت هتعمله خد بريك، خد بريك. ما تقولش اللي هو لا انا ما استحقش بريك، لا انت تستحق بريك لان انت بتحاول، وده كفايه، محاولتك كفايه جدا. صدقني البريكات بجد بجد، انا مش بقول لك كده عشان انا عايزك تستريح، وانا عايزك تستريح بس مش عشان كده. ولكن انت لو فضلت تذاكر كتير جدا ومركز كتير جدا لحد لما وصلت لمرحله البيرن اوت، مرحله البيرن اوت انت مش بتعرف تقوم منها تاني. بمعنى اللي هو انا في مره ذاكرت 17 ساعه، وده كان تحدي غريب جدا عملته لنفسي. كان في الفيزيكس انا ذاكرت 17 ساعه متواصل. انا كنت ماشي زي بتكنيك كده معين، اللي هو انا مش هنام، انا هذاكر ساعتين واخد بريك ربع ساعه. والبريك الربع ساعه ده كان بالنسبه لي اللي هو من ضمنهم النوم. اللي هو انت ممكن اذاكر مثلا 4 ساعات واخد مثلا بريك نص ساعه، ده ممكن انامه. انا ده عملته وفادني بس ما فادنيش بعدها خالص. بمعنى ايه؟ بمعنى انا طلعت من التحدي ده، انا ذاكرت 17 ساعه فيزيكس ولكن انا كنت متدمر. ده اثر على مواد تانية. فانت عشان خاطري يعني حاول ما توصلش لمرحله البرن اوت. مرحله البرن اوت اللي هو ان انت بتوصل لان دماغك بتولع، انت مش قادر ان انت تعمل حاجه تانية. فما توصلش لده. انت مش لازم تذاكر مليون ساعة في اليوم عشان تبقى جامد. بالعكس، انت لو ذاكرت مليون ساعة ولا ايا يعني، طبعا ده بلاغية، المهم يعني انت لو ذاكرت عدد ساعات اكتر من مقدرتك فانت في الغالب هتضر نفسك في اللي جاي اكتر ما هتفيد. فانت امشي بسلاسة، الدنيا مش هتطير منك. ربنا صدقني بيوصلك للمكان المناسب ليك. فبالراحة على نفسك، خد بريكس. البريك اللي هتاخده ما تحسش بالذنب فيه، انت تستاهل البريك ده. فدي كانت نقطة مهمة جدا. دي واحدة من النقط النفسية. النقطة اللي بعدها هي هتساعدك ان انت تتشجع جامد قوي قوي حرفيا، وهي برنامج اسمه فوكس تو دو. فوكس تو دو ده انا اكتشفته تقريبا مع بدايتي في شهر 4. فوكس تو دو ده عباره عن برنامج بومودورو عادي خالص. انت في الغالب عارف يعني ايه بومودورو، ان انت بتاخد 25 دقيقه مذاكره جد جدا، وبعد كده بتاخد 5 دقايق بريك، او ان انت مثلا بتركز اكتر من كده فبتاخد 50 دقيقه و10 دقايق بريك، ايا كان. يعني برنامج بومودورو عادي خالص، ولكن مش زي اي برنامج. الفكرة في البرنامج بتاع فوكس تو دو ان انت تقدر تعمل جروب مع صحابك. ازاي؟ اللي هو دلوقتي انا دخلت صحابي اللي احنا عايزين نذاكر مع بعض، ماشي، بس مش هنذاكر مع بعض بشكل عشوائي. لا، البرنامج هنا انت بتشتغل بمودورو او بتشتغل ستوب ووتش. لو انت عايز اللي هو انا عايز اشغل ستوب ووتش اللي هو تفضل تعد مع نفسها، مفيش اي مشاكل. الفكرة كلها ان انت على البرنامج تقدر تعمل جروب مع صحابك، وبيظهر لاصحابك لما انت بتذاكر، وبيظهر لهم انت ذاكرت قد ايه. بمعنى نعتبر مثلا انا دلوقتي ايليا، انا ذاكرت يمكن 20 ساعه 30 ساعه 40 ساعه الاسبوع ده، جميل. فظاهر كده في الجروب بتاعي انا واصحابي اللي هو ايليا واخد الرانك الاول لان هو ذاكر 40 ساعه الاسبوع ده وهو دلوقتي بيذاكر. فانت خش الحق ذاكر عشان تنافسه. الموضوع كان مسلي، عارف انت اللي هو تحس ان الموضوع طفولي قوي، ولكن بشكل ما كان مشجع جدا. فكرة ان انت معاك صحابك، انت شايفهم وهم بيذاكروا، انت شايفهم وهم ظاهر ان هم بيذاكروا وبيحاولوا يجيبوا المركز بتاعك، او انت بتحاول ان انت بتذاكر دلوقتي وقت اكتر عشان تجيب المركز بتاعهم. وزي كده بيحصل ريسيت كل اسبوع، اللي هو كل اسبوع بيبقى مثلا انا ايليا كان مذاكر 40 ساعه، معرفش مين كان مذاكر 30 ساعه، ماشي، اللي هو رانكات، جميل، اللي هو مين الاول مين التاني مين التالت. وبعد اسبوع كل اسبوع بيتعمل ريسيت، بيبقى عندك فرصه تانية ان انت تقوم وتكون الرانك الاول وتهزم صحابك. الموضوع بجد كان محمس جدا جدا جدا. وبذكر الموضوع ده، فانا كان عندي وقتها 2 صحابي كانوا معايا في البرنامج ده، هم اللي كانوا مشجعيني قوي قوي قوي، وهم مينا فتحي دلوقتي في هندسه عين شمس، ويوسف ايمن دلوقتي في كليه باسم طويل قوي ولكن هي علوم فضاء. جامدين. بالمناسبه يعني هسيب لكم اللينك بتاع البرنامج ده في الديسكريبشن بحيث ان انت تستخدمه، لان تقريبا النسخه الفري مش هتقدر ان انت تستخدمها بسهوله. يعني ما تقدرش ان انت تعدل في الوقت اللي هو بتاع 25 دقيقه تقريبا. فيعني ممكن تستخدم النسخه دي باذن ربنا، يعني تكون هتفيدك. واخر حاجه والاهم، وانا عارف ان انا ما كانش تقريبا ينفع اسيبها للاخر، ولكن
هي مهمه جدا جدا جدا، وهي الجورنالينج. جورنالينج بمعنى ايه؟ انا مش بحاول اتكلم انجليزي كتير، ولكن انا بترجم ما تقلقش. الجورنالينج هو التدوين. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي ان انت في بدايه اليوم او في نهايه اليوم اقعد مع نفسك، اقعد مع نفسك، اكتب بشكل نوتس، اكتب على يعني اكتب مع نفسك في الشات بتاعك على الواتساب، اكتب على برنامج. مثلا انا بستخدم برنامج جورني عشان ادون يومياتي بشكل ما. والموضوع مش عباره عن اللي هو يلا نسجل يومياتنا وكده، لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم على حته تانية. فكره ان انت تكتب كل حاجه حصلت معاك النهارده او اهم التفاصيل، اللي هو انا عملت ايه النهارده، ايه اللي حصل، انا قصرت النهارده، لا انا انجزت النهارده. فكره بس ان انت بتكتب ده، صدقني فكره ان انت تكون واعي باللي بيحصل كل يوم، فكره ان انت تكون بتدون ده، انت هتكون واعي بكل حاجه بتحصل، كل حاجه ناقصاك، كل حاجه انت انجزتها، بتقدر كل تفصيله حصلت في اليوم. وبوينت تانية برضو عن موضوع الكتابه ولكن بعيدا عن التدوين، ان انت دلوقتي لما تحس ان انت عليك حاجات كتير قوي، بدل ما انت قاعد عمال تروح من ماده لماده وقاعد عمال تلف كتير قوي، امسك ورقه وقلم شخبط، امسك ورقه وقلم شخبط، واكتب كل افكارك العشوائيه، اكتب ايه اللي ناقصك، اكتب ايه اللي انت انجزته، اكتب كل الكلام ده كله. صدقني فكره ان انت مجرد بترمي الكلام بتاعك العشوائيه، كل العشوائيه دي على ورق، فانت الدنيا بتوضح قوي ليك. يعني مش عارف بجد اقول لكم قد ايه التدوين مفيد. التدوين بجد، فكره ان انت زي ما قلت تكون واعي بكل حاجه بتحصل، هتقدر النعمه ان انت قدرت ان انت مثلا تذاكر النهارده، هتعرف ان انت مثلا قصرت في كذا فانا لازم اشد في الفتره دي، او هتبقى واعي، هتبقى عارف انت فين واقف، فين ايه اللي ناقصك. كل ده مهم قوي، ده مهم قوي قوي قوي. ونقطه تانية برضو في فوكس تو دو، ده اللي هو النقطه اللي فاتت، وهي ان انت في الغالب لما بتذاكر فانت بتحس ان انت ما ذاكرتش كفايه، بس لما تشوف على برنامج فوكس تو دو اللي هو انا ذاكرت وقت قد كده وانجزت وقت، اللي هو انا قاعد بنافس صحابي مش عارف مين، وانا فعلا في رانك والكلام جميل ده كله، انت هتعرف ان انت بجد بتبذل مجهود، وان انت تستاهل ان انت تاخد بريك. فاهم كل البوينتس اللي انا قلتها، كل الحاجات اللي انا قلتها مرتبطة ببعض بشكل ما، ويمكن في حاجات منهم بديهية، في حاجات انت حاسس ان هي مش هتفيد، ولكن صدقني انت لو جربت كل حاجة منهم هتفيدك قوي، تفيدك قوي قوي قوي. لان انا في فترة معينة انا كنت بشوف الكلام ده، اللي هو مين اللي ممكن يعمل كده، انا هضيع وقتي عشان ادون، اقعد اكتب مع نفسي ايه اللي انا عملته. هتحس ان هو لا، ولكن العملي مختلف، العملي مختلف قوي. حابب اراجع معاكم كل الكلام اللي انا قلته ده. خلينا زي ما قلنا، كان في نفسية ودماغية. الدماغية كان فيها تصنيفين، التصنيف الاول هو حفظ، هنستخدم برنامج انكي او انكي درويد على حسب انت هتستخدمه على التليفون او على الكمبيوتر. وكان في الفهم وهو مبدئين، المبدأ الاول وهو مصادر مختلفة، المبدأ الثاني هو حل وفاكر الشرح. اكيد مش فاكر الشرح بالمعنى الحرفي، ولكن انت فهمتني. النفسية عندك ان انت تقفل السوشيال ميديا لان هي بتاخد من وقتك وبتاخد من دماغك كتير قوي، وان انت تاخد بريكس، تريح من غير ما تحس بالذنب. وايا كان ايه هو البريك، خروجه، لعبة، مسلسل، ايا كان، خد بريك، انت تستاهل بريك، ما توصلش لمرحلة البرن اوت. وتاني حاجة كانت عبارة عن التدوين، وتالت حاجة كانت عبارة عن ان انت تعمل جروب مع صحابك، لان ده بجد بيفيد قوي. وفي النهاية حابب اقول لك حاجة واحدة، وهي ان بأمانة ربنا في النهاية هيحطك في المكان المناسب ليك اللي بتأدي فيه رسالتك، وان بجد بجد ربنا شايف تعبك ده. فما تقلقش، انت محاولاتك كفاية، صدقني محاولاتك كفاية. واستغل الوقت اللي قدامك، حتى لو قصرت قبل كده، حتى لو ما عملتش اي حاجة خالص قبل كده، فمجرد حاول وخليك واثق ان ربنا شايف محاولاتك، ان ربنا شايف تعبك. وصدقني صدقني صدقني ربنا هيحطك في النهاية في المكان المناسب ليك. يمكن انت مش حاسس بده، يمكن انت سمعت الكلام ده كتير قوي وبقى بالنسبة لك عبارة عن كرينج، اللي هو انا سمعت الكلام ده كتير، ولكن صدقني انا حسيت بده في حياتي. يمكن انا ما جبتش المجموع بالظبط اللي انا عايزه، لان انا اكتشفت الطرق بتاعتي دي متأخر، مع انها فادتني قوي، ولكن انا جيت متأخر اكتر من كده بشويتين. ولكن اللي استوعبته مع الوقت ان انا ما كنتش هرتاح في الاماكن التانية، وان ربنا بجد حطني في المكان الوحيد اللي انا هرتاح فيه.
وياما ناس صحابي، صحابي عادي خالص، اللي هو ناس انا عارفهم ذاكروا من اول السنه ودخلوا فعلا الكليات اللي هم عايزينها، وناس تانية ذاكروا من اول السنه وكانوا ماشيين كويس وما دخلوش الكليات اللي هم عايزينها، وكانوا شايفين اللي هو ليه يا رب. وفي النهايه بيتضح يعني ان هو ما كانش اساسا حابب المجال اللي هو عايزه، ولكن المجال اللي ربنا حطه فيه هو كان انسب حاجه ليه وهو بيبقى مبسوط فيه. فصدقني خليك واثق في ربنا ان هو هيحطك في النهايه في المكان المناسب ليك. وبس، دي كانت كل حاجه. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم، لان انا عارف ان الفيديو طول شويتين، ويمكن انا مش احسن مثال لثانويه عامه، وانا عارف ده، ما عنديش مشكله، ولكن انا واثق ان اكيد الطرق اللي انا عديت عليها، يمكن انا عديت عليها متاخر، ولكن يمكن غيري يشوف الطرق دي وتفيده وتلحق الدنيا معاه جدا. وكده كده زي ما قلت في النهايه، ربنا هيحطك في المكان الصح، فما تقلقش وخليك مكمل. انت قدامك شويه وقت معين ربنا سايبهولك، استغل الوقت ده وبس كده. شكرا انك شفت الفيديو للاخر. اتمنى ان انت تعمل لايك وشير، عشان انا حاسس ان ده ممكن يفيد ناس كتير. وبس، ربنا معاك يا بطل. يلا، سلام.